مع تداخل الملفات الشائكة في الشرق الأوسط، تأتي العودة الأمريكية بعد تعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني كمحاولة لتعويض انحسار النفوذ الاستراتيجي الأمريكي بعد التغول الصيني والروسي عسكريا واقتصاديا في المنطقة. الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي كشف عن تعزيزات عسكرية وخطة لإعادة انتشار قواته في الشرق الأوسط من خلال إرسال آلاف من جنود البحرية الأمريكية. بيان الجيش الأمريكي أكد وصول أكثر من 3000 جندي إلى البحر الأحمر عبر سفينة هجومية تحمل أكثر من 20 طائرة، إضافة لسفينة الهبوط على الشواطئ كارتل هول. تنافس دولي وإقليمي محموم في السيطرة على باب المندب، والذي يمر عبره حوالي 6 ملايين برميل من النفط يوميا، إضافة إلى أكثر من 30% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي، ناهيك عن أكثر من 10% من إجمالي التجارة العالمية. ليبرر الأمريكيون انتشار قواتهم في البحر الأحمر بردع النشاط المزعزع للاستقرار وتهدئة التوتر الإقليمي الناجم عن مضايقة إيران ومصادرة السفن التجارية. ويرد الإيرانيون عبر المتحدث باسم الخارجية أن الوجود العسكري الأمريكي لم يخلق الأمن أبدا، فمصالحهم تجبرهم على تأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن. هكذا تبدو المياه الإقليمية اليمنية مع دخول الحرب عامها التاسع أشبه بساحة مستباحة ومسرح مفتوح لتصفية حسابات إقليمية ودولية. وهنا يأتي السؤال: كيف ستؤثر هذه التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر على المشهد اليمني؟ وهل إعادة انتشار القوات الأمريكية في البحر الأحمر جاءت بمثابة الرد العملي على أي تقارب في المنطقة يفضي إلى تفاهمات ومقاربات تخفف من حدة التوتر وتضع حدا لحروب الوكالة في المنطقة؟